السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. كل سنة وانتم طيبين، بداية سنة جديدة وان شاء الله تكون سنة خير علينا كلنا بإذن الله. فقلت أول حاجة كده نفتتح بيها السنة هي فطير، عشان تبقى سنة حلوة علينا ان شاء الله. لو حطوا اللايك وتعالوا نشوفوا مقاديرنا ايه. اول حاجة في المقادير معايا كيلو دقيق، ومعايا معلقتين سكر او يعني 3 معالق كده او معلقتين كبار، ومعايا معلقة ملح. ودي بقى كده ايه حاجة، يعني دي تكاية مني انا بعملها. في ناس ما بتحطهاش خالص، بس انا بعملها بتخلي الفطير بتاعي طري جدا وجميل. هي بصوا يعني نص معلقة صغيرة او ربع معلقة من الخميرة الفورية، سوري الخميرة البيرة. تمام. ومعايا المية، معايا كوبايتين مية، معايا كوباية حطاها في المج عادي، ومعايا الكوباية التانية انا حطاها في المعيار دوت. كوبايتين الدقيق. انا يعني هشوف الاول الدقيق بتاعي هياخد قد ايه ميه. يعني انا مش هحط الميه كلها وبعد كده يعني اشوف عايزه دقيق ولا لا انا هحط الميه واحده واحده. تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله تستفيدوا منه. انا النهارده هعمله بطريقتين للفرد، يعني هعمل معاكم طريقتين. شوفوا الاسهل ليكم او السهله والبسيطه واللي تنفع معاكم واعملوها، وان شاء الله كله يعني يطلع كويس ويحسن ما بين ايديكم يا رب جميعا. اول حاجه بقى حطيت الملح والسكر على الميه ودوبتهم كويس جدا، وكمان قطعه الخميره الصغيره جدا دي. هي دي بتفرق جامد في العجين والله، ولا بتخليه يعيش ولا بتخليه حاجه، بتخليه فطير عادي بس بيبقى طري وبيقعد معاكم اطول وقت ممكن وهو طري. دلوقتي بقى ببتدي اعجن عجن عادي خالص. عندك العجين طبعا اشتغلي بيه، انا بشتغل بايديا عادي. عشان اوريكم ان هو فطير سهل جدا. انا يعني ما كنتش هعمله، انا عاملاه متاخر وخلصته، يعني ما كملش معايا ساعه ونص ولا حاجه بالفرد بتاعه. عملت كميه كويسه جدا منه، فطيرتين كبار وحوالي 5 صغيرين، فكويس جدا خدوا معايا. يعني والله العظيم ما كملتش ساعة ونص او ساعتين بالكتير بالتخمير بتاعه، مش التخمير اللي هو ان انا اسيبه ويريح. تمام. خلينا دلوقتي بقى نشوف انا عملت ايه. قعدت اعجن فيه، خد معايا كوبايتين كاملين من المية على كيلو دقيق دوت. انا الصراحة مش عارفة نوعه ايه، انا مشترياه من عند العطار عادي، فمش فاكرة الصراحة يعني هو نوع ايه. بس هو نوع جميع سوري جميع الاستعمالات او الاستخدامات ده. دلوقتي بقى بعد ما عجنت فيه، هو دلوقتي اتعجن واتلم معايا وبقى ما بيلزقش، بس طبعا هو كده محتاج عجن تاني لان الفطير اهم حاجة فيه العجن بتاعه. يعني انا اول ما لميته بالمية والعجينة اتلمت معايا والبولة نطفت، لا كده ما استكفاش بالعجن بتاعه وبس كده، لا هحطه بقى. دلوقتي حطيت مسحة زيت كده على الرخامة، طبعا رخامتنا نظيفة، وابتديت ان انا انزل العجينة على الرخامة واعجنها زي ما انتوا شايفين. افرد و... وامط فيها كده واعجنها عشان تديني عرق جامد، او يعني تمط كده معايا. ده اللي اسمه العرق، ان هي ما تتقطعش معايا. عشان اما اجي افرد هتشوفوها بقى تبقى عامله زي اللبان او عامله زي الملبن. الصراحه تحفه جدا. بصوا بمسكها كده بخبطها، وبطلع كل طاقتي فيها كده. الطاقه السلبيه على فكره بتطلع جامد جدا في العجين، وبتديكي كده ايه نشاط كده، ويعني متستخسروش صحتكم. اديها بقى عجين زي ما انتوا عايزين. باعجن بقى كده فيها زي ما انتوا شايفين. يعني طلعي الغل كله كده جواها. وقعدت بقى ايه اعجن فيها جامد جامد جامد، يعني حوالي بتاع 10 دقايق ربع ساعة وانا بعجن فيها. طبعا لو عندك العجان هيوفر عليكي كل الكلام اللي انا عملته دوت. تعجنيها لمدة 10 دقايق في العجان لحد ما تتكور معاكي بالصورة اللي انتوا شايفينها دي، او طبعا على ايدك زي ما انتوا شايفين انا عملت ايه. اول ما لمت كده معايا وعجنتها وحسيتها في ايديا كده ناعمة كده، خلاص تمام قوي. دهنت وشها بالزيت وهسيبها بقى ايه تريح حوالي نص ساعة. طبعا الجو دلوقتي ساقع، فانتوا يعني حاولوا تغطوها عشان ما تشققش منكم. بعد ما طلعت يعني ريحتها بقى نص ساعة كده ولا حاجة، شايفين بقى بصوا الملمس بتاعها طبعا اتغير 180 درجة. ما شاء الله عليها. شايفين العرق؟ شايفين يعني بصوا هي انا مطيتها ازاي، ولا اتقطعت ولا اي حاجة. ده هي كده تتأكدي ان انت كده عجنتيها صح وماشية صح وخطواتك كلها تمام. قسمتها بقى نصين عشان انا هعمل قلت لكم في اول الفيديو ان انا هعمل معاكم طريقتين للفرد. ودي اول طريقة، ودي طالعة ترند او يعني دلوقتي منتشرة شوية، اللي هو فطير الرول.
هاقول لكم بقى بنعملوه إزاي. أنا كنت الصراحة يعني مُعتمدة طريقة فرد باعملها، بس قُلت أجرّب معاكم الطريقة دي والصراحة طلعت جميلة. أنا عملت منها فطير صغير كده، عشان يعني عندي أطفال صغيرة بيحبوا كده فطير صغير، وأنا كمان باحبه الصراحة، باحبه بقى إيه كده مع الشاي أو حاجة. آمم بيبقى طعمه جامد جدًا. فردت بقى نُص العجينة كاملة، اللي هو يعني أنا أخدت العجينة كلّها كيلو وقسمتها، أخدت نُص منّه فردته يعتبر كده إيه، فردة بسيطة، يعني مش فرد اللي هو على آخره لأ، عادي تخينة عادية، بس أنا فردتها. وجِبت بقى اللي شايفينه ده في الكسرولة، جايبين شوية. بُصّوا بقى أنا عملت إيه، جِبت سمنة على زيت على زبدة، وخلّطت كده مجموع من ال3 حاجات مع بعض، وسيّحتهم مع بعض. أنتم عايزين تحطّوا سمنة بس، تمام، عايزين تحطّوا زبدة بس برضك تمام، عايزين تحطّوا سمنة وزيت أو زبدة وزيت ما فيش أي مشكلة. أنا حطّيت يعني من ده حبّة ومن ده حبّة ومن ده حبّة، تمام. طبعًا الفطير البلدي ما بيقولش لأ على أي حاجة، طبعًا زبدة بلدي أو سمنة بلدي ما فيش أي مشكلة. بس الزبدة الصفرا عامةً بتبقى اللي هي يعني جنة أو فِرْن، والحاجات دي أنا حاطّة فِرْن مستعملاها. الصراحة بتبقى جميلة جدًا فيه وبتدّي له لون جميل. لفّيته الرول زي ما أنتم شايفين، اتكلمت كتير sorry معلش. لفّيته رول كده زي ما أنتم شايفين أنا عملت إزاي. وبعد كده بقى إيه، عملته كده زي الكحكة، لفّيته حوالين بعض، وهاحطه دلوقتي في التلاجة عشان السمنة بتاعته تجمد معايا وأعرف أفرده. بعد ما حطيته بقى في التلاجة، هاشتغل في النُص التاني من العجين، ودي بقى طريقة الفرد التانية اللي أنا قُلت لكم عليها، اللي أنا أصلًا كنت معتمداها والصراحة باحبها عن أي طريقة فرد تانية. جِبت بقى العجينة ورُحت جاية مقسّماها أو مقسّطاها زي ما بيقولوا على قطع صغيّرة من العجين، واحدة كبيرة والباقي صغيّر. دي بقى الكبيرة اللي أنا عملتها عشان دي تبقى الأرضية بتاعة الفطيرة بتاعتي، يعني مش كبيرة أوي، يعني على حسب حجم الفطيرة اللي أنتِ هتعمليها، وكمان حسب الطبقات أنتِ هتقطّعي كام قطعة من العجين. أنا قطّعت حوالي واحدة كبيرة و7 أو 8 صغيّرين خالص. الصغيّرين دول يعني مقاس كده الليمونة أو يعني ليمونة كبيرة شوية، تمام. قطّعت بقى كده كلّهم واحدة كبيرة، هُم فطيرتين عملتهم، يعني عملت نُص كيلو دقيق يعتبر أو نُص العجينة، عملتهم فطيرتين كبار شوية، هتشوفوهم طبعًا أو أنتم شُفتوهم في أول الفيديو. دلوقتي بقى بعد ما قطّعتهم كِوَر صغيّرة هاغطّيهم وأحطّهم بردك في التلاجة أو عامةً الجو حلو جنبي بقى كده لحد ما أخلّص يريّحوا عقبال ما أخلّص أول النُص الأولاني اللي أنا عملته معاكم في الأول، الرول اللي إحنا كنا حاطينه في التلاجة. جِبت بقى الرول ده، رُحت جاية بقى هاقطّعه بالسكينة قطع على مقاس الفطير اللي أنا عايزاه، يعني لو عايزة فطيرة كبيرة قطّعي حتّة كبيرة، عايزة فطيرة صغيرة قطّعي حتّة صغيرة. أنا عاملاها متوسطة، أنا عملت 5 متوسطين. فيهم كانوا 2 صغيّرين زي ما أنتم شايفين دلوقتي، يعني قطّعت دلوقتي كده 3 كبار شوية و2 صغيّرين شوية. دلوقتي بقى دي كده طريقة الفرد بتاعة الرول. جِبت بقى يعني قطعة من اللي أنا قطّعتها دي وبافردها بقى كده واحدة، واحدة زي ما أنتم شايفين. أنا بس مسرّعة الفيديو شوية لإني طبعًا الفيديو طويل، لإن أنا عاملة طريقتين للفرد. زي ما أنتم شايفين كده قطّعته فردته sorry. وجِبت بقى السمنة، وبُصّوا بقى في حاجة، أنتم عايزين تكتّروا سمنة دي حاجة ترجع لكم، بس يعني أنا عن نفسي ما باحبش فيه سمنة كتير، ما باحبوش يبقى تقيل، باحبه يبقى خفيف كده، فأنا باحط سمنة حبّة صغيّرين. لكن أنتم طبعًا تقدروا تحطّوا سمنة ياما أو تزوّدوا في السمنة ما فيش أي مشكلة. أنا يعني باحط سمنة على قد كده إن هو يبقى مورّق بس ما يبقاش تقيل. هو كده لو أنتم عملتوه بالزبدة بس ما بيبقاش تقيل الصراحة، بيبقى جميل. بس أنا عن نفسي ما باحبوش يبقى فيه سمنة كتير، عشان كده هتلاقوني وأنا ما باحطش سمنة كتير. دلوقتي بقى أو اللي هي المادة الدهنية، يعني دلوقتي بافرد معاكم واحدة تانية زي ما أنتم شايفين، فردتها أهي وضبطتها كده. وكل بقى التوريقات اللي أنتم شايفينها دي أو اللف اللي إحنا لفيناه ده، كل ده هيبقى توريق، كل ده هتلاقيه طبقات لما يعني كل ده أنا بجمع طبقات فوق بعض، كل ده أنا بجمع طبقات. كان طعمه جميل جدًا وقعد فترة طويلة الصراحة، وهو طري جدًا. وما حطيتوش ولا في تلاجة ولا في فريزر ولا أي حاجة خالص، زي ما هو كده أنا حاطاه يا دوبك كده من برّه كان طري جدًا. خلّصت بقى كده الفرد الرولات اللي أنا عملتها.
خلصتهم وحطيتهم بقى كل الكمية كده مع بعض يرتاحوا بنفس الطريقة، بلفها كده. دلوقتي بقى بجمع اللي هي التانية، الطريقة التانية، ودي اول حاجة فيها بفرد الكبيرة. اول كورة فردناها مع بعض بفردها، بجيب بقى بحطها كده على جنبي، وبفرد بالسمنة والزيت والزبدة اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي المادة الدهنية، ايا كان الحاجة اللي انت هتعملي بيها افرزي بيها. بجيب حتة كده على الرخامة من المادة الدهنية دي، وبجيب بقى الكرة العجين بعد ما ارتاح. شايفين هو جميل ازاي؟ بيتفرد معايا بكل سهولة، وكمان شفاف جدا لدرجة ان هو مبين الرخام من تحت. فردتها وبحط بقى على اختها كده. وانا نسيت هنا ان انا احط سمنة ما بين الرقات، فحطيت ورحت جايه مرجعاها تاني. شايفين هي لو مش مرتاحه معاكي مش هتتفرد ومش هتبقى سلسه معاكي في التعامل كده، لا هتلاقيها بترجع، يعني تمطيها ترجع تاني، تفرديها ترجع تاني. فشايفين هي بقى لما تريحيها بتبقى جميله جميله ازاي؟ مش هتتعبك خالص في الفرد. زي ما انتوا شايفين فردتها كده على اختها، وكل طبقه بحط ما بينهم سمنه، كل طبقه بحط ما بينهم سمنه، وبافردها طبعًا هي بالسمنة. يعني أنتِ حتى لو أنتِ مش عايزة تحطي سمنة، أنتِ كده بتفرديها بالسمنة لو أنتِ عايزاه خفيف ومش عايزاه تقيل يعني. زي ما أنتم شايفين كده، فردت بقى كده كل الطبقات بنفس الطريقة بالضبط. بُصّوا كده بتبقى شفافة لدرجة إن هي بتبين الرخامة. آخر طبقات بقى بعد ما خلصت كل ال8 طبقات اللي أنا عاملاهم فردتهم، باجيب بقى كده الجوانب وباقفّلها كده من فوق زي ما أنتم شايفين. باقفّلها نفس تقفيلة التانية بالضبط، المربعة عادي، وبعد كده باجيب من الجناب لحد ما تبقى معايا الشكل المدوّر ده، وبس كده باحطها في الصينية واسيبها ترتاح نُص ساعة تاني. زيّها زي الرولات، زيّها زي أي حاجة بقى، أي طريقة فرد أنتم بتعملوها. الطريقة دي الصراحة أحسن طريقة أنا جرّبتها في كل طرق الفطير يعني. بس ما فيش مانع إن إحنا نعمله التانية لو إحنا مستعجلين أو حاجة يعني. كلّهم الصراحة في منتهى السهولة وفي منتهى الجمال، إن شاء الله تعملوهم ويطلعوا حلوين معاكم. عملت واحدة تانية بنفس الطريقة بالضبط، فردت أول واحدة وفردت عليها صغيّرين فوق بعض وما بينهم طبقات من السمنة. وجبت بقى كده قفّلتها كده من تحت لفوق كده لحد ما اتكوّرت معايا وبقت كورة، وباسيبها برضك مكانها بقى في الصينية اللي هتتخبز فيها ترتاح عشان نفردهم مع بعض. باحط على وشّهم سمنة أو زيت، أو من نفس التجميعة اللي أنا عاملاها من المادة الدهنية. جِبت صاج دهنته سمنة، أو من نفس الخليط اللي أنا عاملاه، وبابتدي بقى دول اللي هُم الصغيّرين الرولات اللي إحنا اللي هي طريقة الفرد الرول، دول بقى اللي إحنا عملناهم مع بعض. بابتدي إن أنا أنزل بيهم في الصاج اللي هيتخبزوا فيه، وبافردهم بقى بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي، بس طبعًا بالراحة. ما يعني كده أنا مسرعة الفيديو، لأ أنتم اعملوا بالراحة كده، طبطبوا عليهم لحد ما يتفردوا معاكم بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي عشان ما يتقطعوش معاكم. وبرضك بافرد نفس الطريقة في اللي هي الطبقات اللي فوق بعض، وبادخّلهم بعدها بقى إيه الفرن. ما بيريحوش كده خلاص يدخلوا الفرن بقى. أنا كنت مجهزة الفرن على درجة حرارة عالية، بادخّلهم بقى فيه. ما خدوش يا دوبك أول ما تلاقيهم خدوا لون من تحت وتشغّلي عليهم الشواية ياخدوا اللون الحلو من فوق، وكده تمام جدًا. بتطلّعيهم بقى ما بياخدوش طبعًا سِوَى خالص، بيقِب كده. أنا كنت مصوّرة الصراحة بس للأسف ما اتحطّش في الفيديو. كنت مصوّراه وهو في الفرن، قَب كده وكان تحفة. شايفين بقى أنا فردتهم هُم الاتنين كده إزاي. دلوقتي بقى باقول لكم إن أنا هادخّلهم الفرن، ودلوقتي بقى أنا طلّعتهم من الفرن في منتهى الجمال. كانوا عاملين بقى قابين كده شبه العيش، وبُصّوا أخدوا لون جميل جدًا من تحت، وكمان مورّقين جدًا، وباين على شكلهم الهشاشة من فوق من كتر ما هُم مورّقين، متقطّعين كده من فوق وعاملين زي الورق بالضبط، زي الورق كده الخفيف. كانوا في منتهى الجمال، وكلّهم كده مورّقين الصغيّر والكبير، الطريقتين للفرد في منتهى الجمال والسهولة. شايفين كام طبقة؟ أنتم عايزين تكتّروا السمنة زي ما قُلت لكم كتّروا براحتكم، دي حاجة ترجع لكم. أنا عاملاه خفيف كده ولذيذ، أتمنى يعجبكم، وأتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وسنة سعيدة عليكم وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين. وأقول لكم بقى دلوقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.
وخليكم بقى تشوفوا الفطير وانا بوريه لكم كده. يلا سلام، باي باي.